عبد الباسط هارون الملقب بسوطة يصف كل من هو ضد العصيان والقمات المحروقة بالراقصة الشعبية. ودار الإفتاء الليبية: العصيان لا يجوز شرعا، لأن العصيان من المعاصي، والمعاصي من الكبائر، والعاصي يدخل الموت، أقصد يدخل النار. إغلاق الطريق السريع بحاوية بلوك، والأسطورة تقول أنه لم يتم وضع البلوك لغرض العصيان، بل تم وضعه كحجر أساس لبناء سور جورجي العظيم. ومعنا مراسلتنا من قلب الحدث فتحية بيكانتو. فتحية، حدثينا عن العصيان وما يحدث في الشارع الليبي. شكرا لك. أنا في قلب الحدث، وسنجري بعض لقاءات مع بعض العصاة المدنيين المسلحين المدججين بالأسلحة المدنية الخفيفة والمتوسطة. أهلا بك خوي. أهلا. نتعرف بحضرتك؟ عاصي الحلاني. وانت؟ أنا المرحوم فريد الأطرش. وانت؟ أنا شريف. ما هي مطالبكم ولماذا أنتم معاصيين؟ والله في البداية نترحم أرواح الشهداء. احنا معتصمين، احنا والله ما نعرف علاش معتصمين. انا لقيتها مطلقته وكم وقفتش مع صغار شارعك وسكرت الشارع بيحسبوا علي اخونا، وانا ظابط وانت ظابطه. وانت علاش معتصم؟ أنا مش معتصم، أنا أخوه أحمد. قوي يا زفعة. طيب ما هو مطلبك من الاعتصام؟ أنا ما عنديش مطالب يا بنت أمي. خذ الرقم وكلمين على جهاز النيسان صنع ركسونا. طيب خوي، هل تظن أن إغلاق الطريق سيؤدي إلى حلول فيصلوجية؟ وهل سيؤثر ذلك في زعزعة الأمن من المياه الإقليمية الاستراتيجية المناكفة؟ نو سبيك انجلش يو جو بانانا. يتكلم عربي يا بورا، ما تحشمناش، الكاميرا تصور. قلت لي راه البص طريق فارس اولاد. في البداية نترحب بأرواح الشهداء ونطالب بمجلس مصعب جليل بالشفافية والعصيان الله يوفيه. ومعروفة ليبيا زي القميصتي، كل شيء فيها بالفلوس إلا النفخ بالبلاش. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية نشرتنا. شكل بابانا يا